فجريت حيث أشار لي والثعبان خلفي، ووجدت النار تلقاء وجهي، فقلت أهرب من الثعبان لأسقط في النار؟ توبة العابد الزاهد مالك ابن دينار. في الأول ما تنساش تدعمنا بلايكك الجميل وتشير الفيديو علشان غيرك يستفيد. قال مالك ابن دينار: بدأت حياتي ضائعا سكيرا عاصيا، أظلم الناس وآكل الحقوق وآكل الربا، أضرب الناس، أفعل المظالم، لا توجد معصية إلا وارتكبتها، شديد الفجور يتحاشاني الناس من معصيتي. فيقول: في يوم من الأيام اشتقت أن أتزوج ويكون عندي طفل أو طفلة، فتزوجت وأنجبت طفلة سميتها فاطمة، أحببتها حبا شديدا، وكلما كبرت فاطمة زاد الإيمان في قلبي وقلت المعصية في قلبي. ولربما رأتني فاطمة أمسك كأسا من الخمر فاقتربت مني فأزاحته وهي لم تكمل السنتين، وكأن الله يجعلها تفعل ذلك. وكلما كبرت فاطمة كلما زاد الإيمان في قلبي، وكلما اقتربت من الله خطوة، وكلما ابتعدت شيئا فشيئا عن المعاصي، حتى اكتمل سن فاطمة 3 سنوات. فلما أكملت ال3 سنوات ماتت فاطمة. يقول: فانقلبت أسوأ مما كنت، ولم يكن عندي الصبر الذي عند المؤمنين ما يقويني على البلاء، فعدت أسوأ مما كنت، وتلاعب بي الشيطان، حتى جاء يوما فقال لي شيطاني: لتسكرن اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل. فعزمت أن أسكر وعزمت أن أشرب الخمر، وظللت طوال الليل أشرب وأشرب وأشرب، فرأيتني تتقاذفني الأحلام، حتى رأيت تلك الرؤيا في منامي. رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس، وتحولت البحار إلى نار، وزلزلت الأرض، واجتمع الناس إلى يوم القيامة، والناس أفواج وأفواج، وأنا بين الناس أسمع المنادي ينادي: فلان ابن فلان، هلم للعرض على الجبار. يقول: فأرى فلان هذا وقد تحول وجهه إلى سواد شديد من شدة الخوف، حتى سمعت المنادي ينادي باسمي: هلم للعرض على الجبار، فاختفى البشر من حولي وكأن لا أحد في أرض المحشر. ثم رأيت ثعبانا عظيما شديدا قويا يجري نحوي فاتحا فمه، فجريت أنا من شدة الخوف، فوجدت رجلا عجوزا ضعيفا، فقلت: أنقذني من هذا الثعبان. فقال لي: يا بني، أنا ضعيف لا أستطيع، ولكن اجري من هذه الناحية لعلك تنجو. فجريت حيث أشار لي والثعبان خلفي، ووجدت النار تلقاء وجهي، فقلت أهرب من الثعبان لأسقط في النار؟ فعدت مسرعا أجري والثعبان يقترب، فعدت للرجل الضعيف وقلت له: بالله عليك أنجدني، أنقذني. فبكى رأفة بحالي وقال: أنا ضعيف كما ترى، لا أستطيع فعل شيء، ولكن اجري تجاه ذلك الجبل لعلك تنجو. فجريت للجبل والثعبان سيخطفني، فرأيت على الجبل أطفالا صغارا، فسمعت الأطفال كلهم يصرخون: يا فاطمة أدركي أباك، يا فاطمة أدركي أباك. يقول: فعلمت أنها ابنتي. ويقول: ففرحت أن لي ابنة ماتت وعمرها 3 سنوات تنجدني من ذلك الموقف، فأخذتني بيدها اليمنى ودفعت الثعبان بيدها اليسرى، وأنا كالميت من شدة الخوف. ثم جلست في حجري كما كانت تجلس في الدنيا، وقالت: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها: يا بنيتي، أخبريني عن هذا الثعبان. قالت: هذا عملك السيء، أنت كبرته ونميته حتى كاد أن يأكلك. أما عرفت يا أبي أن الأعمال في الدنيا تعود مجسمة يوم القيامة؟ يقول: وذلك الرجل الضعيف. قالت: ذلك العمل الصالح، أنت ضعفته وأوهنته حتى بكى لحالك، لا يستطيع أن يفعل لحالك شيئا، ولولا أنك أنجبتني، ولولا أني مت صغيرة، ما كان هناك شيء ينفعك. فيقول: فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: قد آن يا رب، قد آن يا رب. نعم، ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول: فاغتسلت وخرجت لصلاة الفجر أريد التوبة والعودة إلى الله، فدخلت المسجد فإذا بالإمام يقرأ نفس الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذلك هو مالك ابن دينار من أئمة التابعين،
وهو الذي اشتهر عنه أنه كان يبكي طوال الليل ويقول: إلهي أنت وحدك الذي يعلم ساكن الجنة من ساكن النار، فأي الرجلين أنا؟ اللهم اجعلني من سكان الجنة ولا تجعلني من سكان النار. وتاب مالك بن دينار واشتهر عنه أنه كان يقف كل يوم عند باب المسجد ينادي ويقول: أيها العبد العاصي عد إلى مولاك، أيها العبد الغافل عد إلى مولاك، أيها العبد الهارب عد إلى مولاك. مولاك يناديك بالليل والنهار يقول لك: من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أسألك يا الله أن ترزقنا التوبة، فلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو وصلت معايا لغاية هنا فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات وعرفني إنك وصلت لغاية هنا. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله، ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير.